ما في عرس بصير وإلا بدنا نعمل تقييم إطلالات الفقرة المحببة عند الكل. عرس وسام القطب وسارة، ألف مبروك للعرسان والله يهنيهم يا رب. وبدنا نقيم اليوم الإطلالات للمشاهير اللي كانوا موجودين هناك، وراح نبلش بإطلالة عزة. بتعرفوا بزر دوار الشمس، بزر الشمس يعني هيك أول ما طلت هيك حسيت التفصيل بتحسوها بذور، هاي بذور اللي بناكلها. إطلالة هي عطول يعني كتير شفناها على عزة. هذا الفستان الكت والمن تحت نفاش. ما في تغيير بالإطلالات غير نوع القماش والتطريزات فقط لا غير. لكن أنا حبيت اليوم بإطلالتها الميك اب والشعر حبيتهم كتير، لكن الفستان جدا سيء، جدا 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 سيء. التطريزات اللي فيه كتير مزعج للنظر، مزعج. يعني يا ريت هاي التطريزات كانت بس من فوق ومن تحت كان غير قماشة وغير لون سادة، يعني كان طلعت أحلى بكتير. بعطيها 2/10 لعزة. ومننتقل لإطلالة أريج. تقريبا العرس كلياته ما في إطلالة عليها العين، كلياتهم إطلالاتهم جدا عادية وأقل من عادية كمان. هذا الموديل كتير شفناه بآخر فترات، خصوصي هذا موديل الخصر اللي من فوق لتحت مبلش. هذا الموديل يعني إذا ما كانت الوحدة جسمها بيرفكت وطويلة عم يطلع كتير بشع، عم يبشع جسم البنات كتير، مثل الفساتين اللي كانت عم تلبسهم بيسان اسماعيل. يعني نفس القصة تقريبا. لونه كتير حلو، الشعر والميك اب بجننوا، لكن الفستان جدا عادي لكن مقبول، مش كتير سيء، مقبول يعني بيمرق. بعطيها 5/10. ومننتقل لإطلالة عبورة. أنا بس بدي أعرف شغلة وحدة، هاي البنت كيف بتطبخ كل هالأكلات الطيبة ومحافظة على جسمها؟ ما شاء الله عليها، حلوة مسترة مرتبة، لونها حلو وهادي ومريحة للنظر. ما فيها يعني الإطلالة ما فيها شي مزعج، حلوة ومقبولة وحبيتها كيوت. بعطيها 7/10 لعبير. ومننتقل لإطلالة بانا. إطلالتها حلوة وبتحسوها تقيلة، يعني بتحسوها حاطة دافعة مصاري حق هالإطلالة. يعني صح إنه الموديل بسيط وكذا، لكن قماشته جدا فخمة. حبيت تداخل الألوان يلي بالقماشة، حبيت الميك اب والشعر كتير كتير. بهذا العرس أكتر شي حبيته الميك اب والعرس تقريبا لكل المعازيم كانت وجوههم بتسطر وشعراتهم كتير حلوة. أما الإطلالات عادية. إطلالتها لبانا حلوة، لكن موديل الفستان من تحت ما حبيته، حسيته هيك شوي طويل، كتير طويل عليها، لكن إطلالة جميلة، فمشان هيك بعطيها كمان 7/10. ومننتقل لإطلالة صبا اللي إطلالتها ما مرقت معي أبدا، ما مرقت معي أبدا، ما بعرف، جدا سيئة، جدا 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 سيئة. نوعية القماش التطريزات اللي عليها جدا قديمة ومزعجة وبتحسوها هيك، ما بعرف كيف بدي اشرح لكم اياها. بتحسوها بتحسس الجسم حتى، ما بعرف. يعني الإطلالة خصوصي من الكتاف، هاي اللي الشقفة اللي على الكتاف هاي جدا مش ضابطة، يعني في غلط بالخياط كتير مبين. والقماشة ما لازم تكون من فوق لتحت نفس الشي، يا ريتها كل قسم كان قماشة غير، يعني نفس اللون بس غير قماش، يعني ساتان أو غير قماشة من فوق مثلا، مو نفس النوعية اللي من عند التنورة. إطلالتها جدا سيئة، جدا 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 سيئة لصبا مع الأسف، يعني 2/10. ومننتقل لإطلالة سالي اللي يا ريتها ما طلت، يعني استغفر الله العظيم. شو هاد؟ هاي لازم نسميها الإطلالة المزكزكة، المزكزكة. ليش هاي الكمام؟ ليش هالتعجيق؟ ليش هيك بتعملوا بحالكم؟ ليش هيك بتسووا بحالكم؟ والله ما عم أفهم. يا ريت بلا حركة هالكمام، كتير طالع معجق ومزعج مزعج مزعج. إطلالة مزعجة جدا، بتحسوها إطلالة ما بعرف من وين، من غير كوكب. ما رح قيمها، ما رح أعطيها تقييم 0.
ومننتقل لإطلالة نورة هالمرة عرفانة تلبس كتير منيح. الفستان كتير حبيته وموديله حركة جديدة متنوعة جديدة علينا. حبيت الحركة اللي فيه من ورا، وحبيت نوع القماش، وحبيت كيف موديله من فوق، واكتر شي حبيته موديل شعرها. عرفانة كتير تعمل شعرها، والميك اب تبعها طالعة كتير كيوت وطالعة بتجنن. حبيتها كتير، 8/10. ومننتقل لإطلالة لانا ولين. بما انه هن عطول بيلبسوا نفس بعض وبيعملوا نفس الاشياء، فحبيت قيمهم سوا. إطلالتها للانا طالعة مو للعريس، عمته للعريس. طالعة عمة العريس، مش حلو ابدا. موديل الدانتيل هذا اللي نص كف، ما بعرف كيف، مو حلو. موديل الفستان من فوق جدا سيء، وهاي الخرزات اللي عليه جدا عادية ومبسطته كتير للفستان. يعني عاطيته بساطة، مو بساطة هيك انه مقللة من قيمته، جدا سيئة. يعني موديل نوعية الخرز مش حلوة ابدا هاي اللي عليه. اما لينو طالعة كتير كيوت. حبيت الموديل اللي لابسته لين. حبيت موديل الفستان، لاب إلها كتير. الميك اب، الشعر، حبيت انه مغيرين شوي، انه من لابسين نسخة طبق الاصل عن بعض، لكن حلوات. بس إطلالة لانا ما حبيتها أبدا، مع الأسف جدا سيئة. أما إطلالتها لين حبيتها كتير، وبعطيها 7.5/10. ومننتقل لإطلالة سارة الورع، اللي كانت إطلالتها جدا 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 حلوة ومرتبة وأكابرية، ولون الفستان مع موديل الشعر مع المجوهرات مع الميك اب طالعة بتسطل. على ما أظن هذا الفستان اللي كانت رح تلبسه على عرس يومي، لكن مرضت وما راحت على العرس. فستانها كتير حلو، وحبيت القماش والتفصيل، وحبيت انها غيرت الموديلات اللي كانت عم تلبسها من قبل. حبيتها كتير لسارة، بعطيها 9/10. جخي يلا. ومننتقل لإطلالة سارة الثانية. ما بعرف شو بدي احكي، لكن كتير بسأل حالي انه عن جد في ناس ما بتعرف تلبس هاي الايام، انه عن جد ضل في حدا انه ما عنده ذوق وما بيعرف يلبس. شو هاي الإطلالة، وشو هذا الفستان، وشو هاي الحركات الزركشات من تحت؟ والله ما عم افهم. إطلالة جدا سيئة، جدا 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 سيئة. ما بعرف شو بدي احكي. مزعجة، إطلالة مزعجة، عن جد مزعجة. 1/10. ومننتقل لإطلالة العروس. كل شي حكيته انه بهديك التقييمات شي، وهون يعني شي آخر. شو هاي الإطلالة؟ بتتذكروا فستانها لالين وقت اللي صار عليه الحرب العالمية الثالثة، والكل صار يقلدها بالمكنسة وبالمدري شو، ونفس نوعية الفستان لابسة، نفس النوعية، نفس الموديل. يعني ما ضل في موديلات بالسوق، ما ضل في غير اختيارات. ولا عن جد انه عن جد هذا انه راحت وحطت عليه مصاري؟ عن جد هذا راحت اشتريته لهذا الفستان او فصلته او تعبت عليه او انت استنته؟ اخ، صداع جتني دوخة. الاطلالات كلها صداع بصداع، والله العظيم اقسم بالله. ما في غير سارة الورع مكحلتها، ومين كمان ما وبانا، وما بعرف كمان اذا كان في حدا تاني، ماني متذكرة. لكن الإطلالات باقي ما تبقى كلهم صداع. باي خلاص.